ومحتاره تعملي اكل ايه؟ القلقاس، الاكله الشتويه الجميله اللي بتدفي في الشتاء. هلت الشتاء وهلت روايح الشتاء وهلت معاها الاكلات الجميله الشتويه. القلقاس من الاكلات الشتويه الجميله اللي كلنا بنحبها او معظمنا بنعشقها. النهارده نعمل قلقاس. يلا بينا نبدا ونخش ونشوف الطريقه مع بعض. معايا قلقاس. انا طبعا كنت عايزه اجيب واحده كبيره عشان كلها السوا تبقى واحد، بس للاسف الشديد الصراحه راحه انا ما بعرفش اقطع الواحده الكبيره قوي، فجبتهم كده هو صغيرين اهين. نبدا ان شاء الله نعمله يطلع حلو باذن الله. وطبعا جبت سلق وجبت خضره، وهعمل معاها بقى رز بشعريه، رز بشعريه ولسان عصفور. ومعايا بقى طبق اللحمه دون هسلقه، ونبدا يلا نبدا نسلق ونجهز حاجتنا. هي بتاعت اللحمه هحط عليها التوابل، البصل والزعتر والفلفل الاسود والورق اللوري. هضيف اللحمه بتاعتي في الشوربه بقى تتسلق. هنا هقشر القلقاسيه زي البطاطس بالظبط. قشرتها هي يعتبر عامله زي البطاطسايه، هي صعبه شويه في تقشيرها. وقطعتها بقى صوابع كده وقطعها ايه مكعبات. المكعبات بقى ايه اللي انت حباها، صغيره كبيره اي حاجه اللي انت عايزاه. اهين بالشكل ده. هقطع بقيه الكميه وارجع. القلقاس خلاص كده قطعته. وهنا بقى الخضره بتاعتي بعينها من العروش كده، بقرطفها كده الخضره كده بعينها خالص من العروش كده بالشكل ده كده، كاني بقرطف ايه الملوخيه بالظبط. يعني ما باخدش العروش بتاعتها دي نهائي ده. واجي للسلق برضو هعينه كده من العروش نفس الكلام كده. يعني اخد الورقه بس، انا عايزه ايه الورقه بس. بصوا ما شاء الله الورقه جميله ازاي وخضره. انا اخد الورق بس. بصوا ما شاء الله الورقه بتاعته صبحه ازاي، ورقه السلق صبحه ازاي. انا كده قطعت الخضره بتاعتي والسلق من غير ايه زي ما قلنا العروش، قطعنا الورق بس. وادي القلقاس. لازم اغسل الخضره كويس جدا جدا، والسلق تحت ميه جاريه. وبعد كده هحطهم في المصفى، انقعهم وبعد كده احطهم في المصفى. ادي كده بغسلها تحت في المصفى تحت ميه جاريه. ادي كده السلق والخضره. وادي القلقاس كمان بغسله اهي. ادي القلقاس والسلق بيتصفى. ودي الشوربه اللي هعمل فيها لسان عصفور. وهنا هضيف القلقاس في الشوربه. هجيب كده طاسه واحط فيها سمنه، معلقه سمنه كبيره. واجيب الثوم احطه هنا في الطاسه برضو كده. الثوم كده عادي صحيح زي ما هو، طفته في السمنه. وهاخد الخضره بتاعتي والسلق بتاعي هضيفه كده اهو، هضيفه كله. ما تتخضيش ان هو عالي قوي كده، هو هيهبط دلوقتي مع النار. وادي القلقاس بتاعي اهو في الشوربه بتاعته بيغلي. هضيف الملح. السلق بتاعي ابتدى يهبط اهو وينزل ميته. هسيبه لحد ما ينشف خالص زي ما انتوا شايفين. كل مدى بيقل ازاي هسيبه خالص لحد ما الميه بتاعته تنشف. السلق بتاعي خلاص كده نشف.
لو انت اول مره تعمليه ما تتخطيش، هو ما اتحرقش، هو لازم كده وندقه بقى. هندقه بقى في الهون. هضيف السلق بتاعي على القلقاس. السلق بتاعي جاهز اهون. وهنا معايا لسان عصفور، بحمر لسان عصفور. اللسان عصفور بتاعي كده اتحمر، هضيف له الشوربه. هنا هنحمر الشعريه ونعمل الرز. الشعريه كده بتاعتي اتحمرت خلاص، هضيف الرز، الملح. انا الوجبه بتاعتي خلصت خلاص والغدوه بتاعتي جاهزه. شوربه لسان عصفور وقلقاس ورز بشعريه وحبه سلطه من اللي بيفتحوا النفس. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب وكومنت جميل زيكم واديني دافع ان اكمل. احنا خلاص الحمد لله اتغدينا. هعمل لهم بقى ايه حاجه كده يشربوها. ممكن اعمل لهم عصير فراوله او ممكن اعمل لهم فروت صالون. هشوف كده نعمل ايه مع بعض. قطعت هنا الفواكه، الموز والجوافه والتفاحه، وهنا الفراوله، وهنا خليت حبه فراوله عشان اعملهم عصير، عشان اضربهم واحطهم على الفواكه دي. ممكن تحط حبه ميه وسكر او حبه كركديه، بس انا قلت اخد من الفراوله احسن واحطها. السكر طبعا حسب الرغبه. ادي الفواكه قطعناها، وادي العصير اهو اللي هنسقط فيه الفواكه. الفيديو بتاعي كده انتهى، وهقول لكم نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله، واستودعكم عند الله الذي لا تضيع ودائعه. بصي لما تحطيها لابنك او بنتك وهو بيذاكر كده على المكتب، هتديله طاقه غذائيه وتفتح نفسه.